حلو الكلام؟ حلو الكلام يا مس. فهمنا؟ فهمنا. طيب انا عايزه اقول لك بقى على تركه حلوه قوي بتيجي في الامتحانات من تركات البدل، الحته اللي هي ممكن توقعك كده وانت بتيجي رجلك بسهوله قوي وتطلع من الامتحان تقول انا ما شاء الله خلاص قفلت، انا مقفل الدرجه في النحو تمام ما غلطتش ولا غلطه، وتبقى انت فايتك شويه حاجات كده من بين السطور ما خدتش بالك منها. البداية هي أهم نقطة في مشوار حياتك، ومهما كانت أهدافك وطموحاتك فدايما بتحتاج لزقة لدفعة تبسط عليك المشوار وتسهله. مع نور مفهوم التعليم بيتغير وبطريقة مختلفة وسهلة، هتبقى مميز بنجاحك. ابدأ صح النهاردة وتعلم صح. نورة طاقة نجاح للحلو اللي جواك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم ولادي وبناتي طلاب الشهادة الإعدادية. ومفيش نجاح في الدنيا بيتحقق من غير الحلو اللي جواك، حتى واحنا طلبة يا مس. ده بالذات وانت طالب لازم تقبل كده على الدرس وانت كلك خير وحب وأمل وتفاؤل بإنك بإذن الله هتفهم الدرس. فلولا الخير اللي جوانا مش هننجح في أي حاجة. تعالى معايا بكل الحلو اللي جواك هنشرح البدل ونفهم النحو بكل سهولة. البدل ده قبل ما ندخل ونشرح لازم نفهم معنى الدرس. ايه بدل دي يا مس؟ يعني ايه بدل؟ في حاجة في النحو اسمها بدل، والبدل ده يا ترى هيعرب ازاي وهيعرب ايه؟ اول حاجة عايزة اقولها لك ان البدل ده ملوش اعراب. ايه ده؟ معقول يا مس البدل ملوش اعراب؟ هو في كلمه في الجمل العربيه عموما ملهاش موقع اعرابي ولا لها اعراب ولا لها وظيفه في الجمله؟ ده انت على طول بتقولي لنا ان اي كلمه حتى الحرف له شغلانه في الجمله، له وظيفه. كل كلمه لها وظيفه لازم تأديها، مفيش حد عندنا ما بيشتغلش. فلو حبيت حضرتك تعرف اعراب البدل بقول لك انا ماليش اعراب. عايز تعرف اعرابي؟ بص للكلمه اللي قبل مني، على اساس الكلمه اللي قبله هعربه. فلو لقيت الكلمه اللي قبل منه مرفوعه يبقى هو مرفوع، منصوبه يبقى حضرته منصوب، مجروره يبقى سيادته مجرور. يبقى اذا هو تابع لما قبله في الاعراب. عندي 3 انواع للبدل. اول نوع اللي انا قلته قدامك ده، وتاني نوع بقى اللي هو بسميه بدل بعض او 2 بدل بعض من كل. تمام. 3 اللي هو بسميه بدل الاشتمال. حلو كده. خلينا في النوع الاول دلوقتي. انا لما اقول الصديق ابو بكر اول الخلفاء، البدل هو ابو بكر والمبدل منه الصديق. طيب برضو انت فتينا في الكلام يا مس، ما قلتلناش ايه فايدة البدل ده؟ البدل ده فايدته ان هو بيوضح عندك غموض في الكلمة. بيبقى في الجملة بيبقى في عندك غموض، الجملة غامضة شوية فهو بيجي يوضح لك. يعني لو قلت لك مثلا حضر أخوك، مثلا حضر أخوك. طيب أنت ممكن يكون عندك أخ و2 و3، عندك 3 من الأخوة. طيب هو مين فيهم اللي جه؟ مين فيهم اللي حضر؟ أنا عايزة بقى أوضح وأبين إن اللي جه مثلا محمد، مش علي ولا إبراهيم، هو اللي جه محمد. فأقول حضر أخوك محمد، حضر أخوك محمد. يبقى هنا كلمة محمد بدل من مين؟ من أخوك. أخوك هتبقى مبدل منه. مبدل إيه؟ منه. هتبقى مبدل منه. يبقى أنت عندك كلمتين، الكلمة التانية بدل والأولى مبدل منه، والاثنين هما البدل هو المبدل منه والمبدل منه هو البدل. يعني اللي حضر أخوك، وأخوك مين؟ محمد. محمد هو أخوك وأخوك هو محمد، الاثنين واحد.
الاتنين واحد، بس انا بس وضحت ان اللي جه محمد مش علي ولا ابراهيم ولا فلان ولا علان، فهي بتوضح غموض. تمام بالظبط. تعالى كده على المثال اللي قدامي، الصديق ابو بكر اول الخلفاء. لو انا قلت الصديق اول الخلفاء، تمام، وشلت هنا البدل اللي هو ابو بكر، الصديق اول الخلفاء. طيب انا برضو في غموض في الجمله. الصديق يعني هو مين؟ ما في ناس ما تعرفش ان ابو بكر ملقب بالصديق، ناس ما تعرفش ان ابو بكر ملقب بالصديق، فهيبقى في عندها غموض في المعنى. لو قلت النبي مرسل من رب العالمين، ما كل الانبياء مرسلين من رب العالمين، جمله تامه وكامله ما فيهاش اي مشكله خالص. لكن انا لو قلت بقى النبي محمد مرسل من رب العالمين، حطيت البدل. طبعا محمد هنا هتبقى بدل من النبي، هتبقى دي بدل، والنبي هتبقى مبدل منه. دي الكلمة الثانية اللي هي البدل، والكلمة الأولى اللي هي المبدل منه. يبقى إذا أنا عرفت إن أنا أقصد النبي محمد، ليس موسى، ليس عيسى، ليس إبراهيم، ليس نوح، ما الأنبياء المرسلين كتير. فأنا عايزة أخصص وأحدد وأزيل الغموض، لربما السامع يفكر إن أنا أقصد أي نبي تاني غير محمد عليه الصلاة والسلام. وبرضو لما أقول قرأت قصيدة الشاعر شوقي، هنا طبعا أنا البدل كلمة إيه؟ شوقي، دي البدل، والمبدل منه هو الشاعر، مبدل منه. تمام؟ طيب أنا هنا لو قلت قرأت قصيدة شوقي، هل في مشكلة؟ الجملة تامة وجميلة. لكن أنا هنا لما أقول قرأت قصيدة الشاعر شوقي، عرفتني إن شوقي ده وظيفته إنه شاعر. في حتة بس عايزين نقولها عشان ما تتلخبطش في بدل كل من كل أو البدل المطابق. البدل ده دايما بيجي لك الاسم بعد اللقب او الاسم بعد الوظيفة. نعرف بدل كل من كل ازاي؟ هقول لك احنا قلنا واحدة منهم هو بيجي في 3 مواضع ما بيخرجش عنها. اول موضع اللي احنا قلناه ده، اذا جاء الاسم بعد اللقب، واذا جاء الاسم بعد الوظيفة. الاسم بعد اللقب زي أبو بكر ده اسم، واللقب الصديق. والاسم الذي بعد الوظيفة زي شوقي ده اسم جاء بعد وظيفة الشاعر، هو وظيفته انه شاعر. طيب خلاص ماشي يا مس، كده احنا فهمنا ان بدل كل من كل بيبقى اسم واقع بعد اللقب او الوظيفة. وظيفة واحنا عارفينها، بس انت فوتينا في حتة اللقب دي. ايه هو اللقب؟ اللقب ده يا حبيبي اسم، برضو اسم سمي به الانسان او اسماه به الناس للتعريف او التشريف. يعني حد شديد الصدق قوي فبسميه مثلا الصديق ابو بكر، يبقى انا لقبته بصفة تشريفية. هذا المكان هادئ، باين قدامك. المكان هنا اسم معرف بالالف واللام، جاء بعد اسم الاشاره، يعرف بدل كل من كل. يبقى اي اسم معرف بالالف واللام يقع بعد اسم الاشاره يبقى بدل، يبقى المكان هنا بدل وهذا مبدل منه. تلك السيارة ثمينة، برضو تلك دي ايه؟ تلك دي، وهي تلك دي برضو اسم اشارة، اسم اشارة. تلك السيارة ثمينة، هنا السيارة بدل لانها اسم معرف بالالف واللام وقع بعد اسم الاشارة،
ده رقم 2، اظن سهل جدا. رقم 3 اسمه بقى بسميه عندك التفصيل بعد الاجمال. يبقى رقم 3 اذا كان البدل وقع تفصيلا بعد اجمالا. اهدنا الصراط المستقيم، عامة جاءت عامة، اهدنا الصراط، اي صراط عامة، ثم جاء بعد كده فصل ووضح ان الصراط دي هي صراط الذين انعم الله عليهم. تمام؟ يبقى اذا هو هنا بدل برضو كل من كل، اللي هو بدل بسميه التفصيل بعد الاجمال او التوضيح والشرح بعد المجمل. حلو كده؟ يبقى انا عايزه اتاكد ان الكلمه الثانيه ده ايه، ان هي الثانيه دي بدل، عايزه اتاكد انها بدل. اعمل ايه؟ زي ما قلنا هنشيل المبدل منه ونشوف هل المعنى في غير القرآن طبعا هيتغير ولا لا. يعني لو قلت اهدنا صراط الذين انعمت عليهم، نفس المعنى ولا لا؟ نفس المعنى. طيب مثال تاني، قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. جيت هنا رب ورب، الكلمتين المبدل منه رب، البدل والمبدل منه ربك. انا عايزه اتاكد ان رب العزه بدل، او كلمه رب الثانيه بدل. هحاول استغنى عن الاولى واشوف هل المعنى يتغير ولا لا. لو قلت سبحان رب العزه عما يصفون، هل المعنى اتغير في غير القرآن؟ لا يتغير. يبقى اذا بدل الكل من كل او البدل المطابق سهل جدا جدا. فاضل تركه جميله قوي هتنفعك، وهي دي تركات البدل اللي بتجيلك في الامتحانات. ايه هي التركه دي؟ لو قلت لك مثلا قرأت قصيدة شوقي الشاعر. لا يا مس ده انت لسه قايلاها، شوقي الشاعر دي وظيفه، يبقى بدل كل من كل. هقول لك برافو عليك كده، وقعت غلط يا حبيبي، غلط. انا قلت ايه؟ الاسم اذا وقع بعد اللقب او الوظيفه. عمر الفاروق عدل. شايف الكلام بكل سهوله، سهل قوي يا مس، ده جميل، ده انت لسه قايله اسم ولقب، يبقى كل من كل وانا مغمض. شفت انت وقعت ازاي؟ انا قلت الاسم بعد اللقب يعرب بدل، الاسم بعد اللقب. هنا حضرتك عندك الاسم فين؟ اهو. واللقب فين؟ اهو. تمام؟ يبقى انت عندك اللقب بعد الاسم. ايه ده يا مس؟ وهو يعني يفرق يعني الاسم امال انا قلت ليه؟ امال انا ليه بقول الاسم بعد اللقب؟ ليه بقولها؟ عشان دي قاعدة لازم يجي لك حاجة منها ويحط لك اختيارات، او يقول لك يعني صوب الخطأ، او يحط لك يعني كم اختيار كده وانت تقع. تمام؟ هنا حبيبي يفرق كتير، لان هنا الاسم اللقب هنا لما جالي بعد الاسم مش هيعرب بدل، هيختلف، هيبقى نعت. اللقب بعد الاسم يعرب الفاروق هنا نعت. كمان لو قلت لك المكان هذا هادئ، هتقولي دي سهلة برضو يا مس، انا شلت بس التعريفية. طب وده يفرق في الاعراب يا مس لما اقول هذا المكان او هذا مكان؟ يفرق طبعا كتير. لو جاء اسم معرف بالالف واللام بعد اسم الاشارة على طول القاعدة محفوظة بانه يعرب بدل. تمام؟ طب لو جالي الاسم من غير الالف واللام بتعربه ايه؟ خبر. الاسم النكرة، اعرف القاعدة دي وفهمها.
الاسم النكرة بعد اسم الإشارة يعرب خبر. يعني لما أجي أعرب هقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ومكان خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. شفت الفرق في الإعراب؟ هي دي التركات اللي بيوقعك فيها. طيب تلك سيارة ثمينة، بالظبط أنا هنا قلت السيارة اسم معرف بالألف واللام بعد اسم الإشارة بدل، لكن اسم نكرة بعد اسم الإشارة خبر. قاعدتين دول ما تنساهمش ولا تغلط فيهم ابدا، لان هي دي التريكات اللي بتوقعك وبتبقى خارج واثق من نفسك قوي. انا مقفل الامتحان، انا ما سبتش حاجه، انا حليت كويس قوي، وانت واقع في حاجات كده من بين السطور. لازم تخلي بالك من التريكات دي لان هي دي اللي بتبقى موضع امتحاناتك.